إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سامحوني عشان الصوت تعبان، عشان عندي دور برد شديد جدا، فبالله عليكم ادعوا لي بالشفاء، وربنا ان شاء الله يشفيني ويشفي كل مريض يا رب ان شاء الله. ظهر في الفترة الأخرانية ظاهرة غريبة جدا لفتت نظري وبقالها فترة. مش عارفة الغربان مستقصدين اليهود ليه، مستقصدين الأعلام. في أكتر من فيديو الغربان تتلم على علم إسرائيل، تشيله من مكانه وترميه على الأرض أو تقطعه ويمزقوه حتت. سبحان الله، حاجة في منتهى الغرابة. وما زال الغراب يعلم بني آدم. احنا أصلا لنا قصة جميلة جدا مع الغراب. لما هابيل وقابيل ولاد أبونا آدم، واحد فيهم قتل التاني، وبعد ما قتل أخوه والشيطان ضحك عليه وخلاه وقع في الخطيئة وقتل أخوه، وفجأة في لحظة لقى أخوه مرمي قدامه مش عارف يتصرف، وبدأت الضواري والهوام يقربوا من جثة أخوه وريحة الدم تجيبهم، وكلهم عايزين ياخدوا الجثة ياكلوها. فالإنسان بفطرته السليمة وبطبعه مهنش عليه أخوه يتعرض للمهانة دي. مش كفاية ان هو قتله، كمان هيسيبه يتاكل. ففضل واقف فترة طويلة جدا يحرس اخوه من الاسود والنمور والهوام والطيور الجارحة، وبقى مش عارف يتصرف. فربنا سبحانه وتعالى برحمته ولطفه بعت له الحل، فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. الغراب كان يعني عمل قصة غريبة جدا قدام هابيل عشان يعرفه ازاي يعني يدفن اخوه. جه غرابين اتنين وقفوا اتخانقوا مع بعض، وواحد فيهم قتل التاني، والغراب اللي صاحي فحر في الارض ودفن اخوه وردم عليه. فساعتها شاف اللي حصل بعينه وتعلم وقال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فسبحان الله، الغراب في أول مرة علم هابيل إزاي يدفن أخوه ويستر عورته، وكانت نعمة وفضل لنا كلنا. تخيلوا لو لحد النهاردة ما تعلمناش فكرة الدفن، وإن الإنسان لما يموت يدفن، كان هيبقى حالنا عامل إزاي. فالغراب كان سبب في خير كبير لينا. النهاردة ربنا سبحانه وتعالى بعد العمر ده كله رجع بعث الغراب تاني عشان يعلمنا إن الموضوع هين وسهل، وكانت بشرة من ربنا. أنا بشوفها كده، والله أعلى وأعلم. يعني اكتبوا لي في التعليقات لو انتم مع رأيي ولا لا. في ناس بيقولوا لا، ده حاجة عادية وطائر بيلعب، ولكن أنا شايفاها إن دي رسائل من ربنا سبحانه وتعالى. لما تتكرر الرسالة مرة واثنين وثلاثة، والغربان مرة تقطع العلم ومرة تشيله من مكانه ومرة ترميه، يعني حاجة مش طبيعية، حاجة أكيد مش طبيعية. لازم نتدبر في خلق الله، ومفيش حاجة تعدي علينا كده بالساهل. فلو انتوا معايا في الرأي اكتبوا لي في التعليقات، ولو انتوا برضو مخالفيني في الرأي اكتبوا لي بالتعليقات. فسبحان الله، انا شايفة ان دي رسالة من ربنا ان نهايتهم قربت، وان احنا لازم يعني نجتمع ونحط ايدينا في ايدين بعض عشان نقضي على الكيان ده، ونرجع ارض فلسطين تاني، ونرجع المسلمين يعني لبيوتهم ولحريتهم ولكرامتهم. والله يا جماعة، لما ببص في صلاة جماعة ولا في صلاة عيد ولا في قيام الليل واشوف اعداد المسلمين، بتحسر. بفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كثرة، احنا كتير ولكن كوساء السيل. ضربونا في الصميم، ضربونا في افكارنا، وضربونا في اخلاقنا، وضربونا في ديننا. فبدأنا نبقى تافهين وهينين وما عندناش قوة. انا لما ببص لنساء فلسطين وشبابهم وهم عندهم عزيمة وبأس وقوة وجرأة، والطفل فيهم واقف قدام راجل بمدفع ومش همه ومش خايف، ولا طفلة وقفت تقول لهم خدوني بدل اختي، ولا الست اللي بتقف تمد ايدها عليهم وتزقهم وتهينهم. بحس قد ايه احنا عندنا وهن وضعف، واحنا ناس يعني شبابنا بقى تافه وفاضي، ودماغهم بقت فاضية، شاغلها دلوقتي اللبس والتسريحة والبرفانات والبنات
وشغلهم حاجات تافهة، ما عادش شغلاهم قضية الدين ولا قضية الإسلام ولا قضايا الأمة. فهن وضعفنا، ضيعنا إسلامنا وهان علينا، فهن على الناس كلها. أنا طبعا بحلم وبتمنى زي أي مسلم وأي مسلمة إن احنا نفوق ونرجع نحط إيدينا في إيدين بعض تاني، ونمنع الظلم عن إخواتنا في فلسطين. أنا لما بشوف بنت بتتهان، ولا شابة بتتضرب، ولا ست بتتسحل وبتتجرجر في الأرض، يعني بيصعب عليا نفسي، بتصعب عليا البنت دي أو الست دي، بيصعب عليا الرجالة اللي هيقفوا ويتحاسبوا قدام ربنا إنهم سابوها يتعمل فيها كده ولم يتحرك لهم ساكن. ده في حروب قامت قبل كده عشان واحدة المجوس كشفوا عورتها وصرخت وقالت ومعتصماه، فقامت حرب راح فيها آلاف وملايين البشر عشان خاطر كرامة ست بتتهان. النهاردة الستات بتتهان وبتتبهدل وبتتسحل والإسرائيليين بيجروها كده وياخدوها، الله أعلم بيعملوا فيها إيه كمان، وإحنا ساكتين ومحدش بيتحرك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. الغراب عنده غيرة علينا وعلى أمتنا وعلى إسلامنا أكتر من الرجال. والله يعني أنا مش عايزة حد يزعل من كلامي، بس الموضوع ده أثرني وضايقني، وبقالي فترة الموضوع لافت نظري ومستغرباله، وسبحان الله عمال يتكرر. كل ما تجاهله ألاقي فيديوهات نازلة تانية قدام عيني لغراب بيقطع في العلم ويمزقه ويرميه على الأرض، حاجة في منتهى الغرابة. فوقوا فوق يا جماعة، فوق يا رجال، عايزين نفوق ونرجع نحط ايدينا في ايدين بعض تاني، عايزين ننصر الإسلام. أنا يعني عزائي إن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ إن هيجي على الناس زمان هيفوقوا وهيحاربوا اليهود وهيقفوا كلهم مع بعض يد واحدة ضد اليهود. لعل ذلك اقترب، لعل ذلك اقترب. واللي بيحصل النهاردة دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى بتقول لنا استعدوا وانتبهوا، الموضوع قريب. ربنا يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن ترفع الغمة عن الأمة، وأن ترزقهم النخوة والرجولة والشهامة، وأن توقظ مرقدهم ومنامهم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليك ودلنا عليك وردنا إليك رد الكرام عليك. اللهم أيقظ المسلمين من سباتهم، اللهم أيقظ المسلمين من سباتهم، اللهم ارزقهم صحوة قبل الممات يا رب العالمين. يا رب طلبها منك قبل ما أموت أشوف المسلمين إيد واحدة واقفين يحاربوا ضد عدو واحد لإعلاء كلمة الله ونصرة الإسلام والمسلمين، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، تقول للشيء كن فيكون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو تقصير أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يجعلني جسرا تعبرون به إلى الجنة ويلقى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.